بحركات بارعة ومنسجمة يدخل قصر زلواز والمهان ميدان الدغية في لوحات فنية فولكلورية تشكل فسيفساء رائعة من الأشعار والألوان تلخص زخما تاريخيا صنفته اليونسكو تراثا عالميا. إنها السبيبة. راهي هوية الجزائريين وهوية الإنسانية بكاملها. لجوغنا كلاسي للسبيبة في اليونسكو أصبح هوية العالم، هوية كامل الناس. إذا لازم نحافظوا، احنا لنا الشرف أننا نحافظوا على هذه الهوية. نكند التقاليد نحن طافتنت ننتم لسنة إن شاء الله. تاريخ مقرن أواع التاريخ جانت مقرن تتوزع جانت عندها سمسيننا وعندها نكرد نطافت ننتم للسهة إن شاء الله. منافسة بين أجمل السترات ذات الألوان المميزة والحضور القوي للمرأة الترجية بحليها الفضي وهازيجها المصحوبة بالضرب على الجونجا التي ترافقها رقصات الرجال بالسيف والمنديل في صور تعود بزوار جانيت إلى حكايات الماضي الغابر. حضرت هذا المهرجان المذهل حيث تعرفت على عادات وتقاليد المنطقة. الجزائر بلد رائع وشعبها مضياف. هذا المهرجان يرسخ لعادات المنطقة وهو رمز للطوارق وأيضا هو همزة وصل بين الشمال والجنوب كما يبرز وحدة الجزائر قارة. الحدث هذا اللي يبين العمق التاريخي والثقافي الجزائر من اللي هو جزء من هذا العمق هذا، وإن شاء الله يعني نتمنى الشعب الجزائري يجي هنا حتى يكتشف تاريخ تاع بلاده والثقافة وكل شيء. السبيبة موروث ثقافة وهوية يحتفل به كل عاشوراء بمدينة جانيد.